ومش عايزه بقى الكلام بتاع انا مش مهتمه براي الراجل فيا، مش مهم اصلا يحبني ولا لا، مش مهم يمل مني ولا لا. انت مش ليزبيان، انت ست طبيعيه محتاجه ان الراجل اللي في حياتك تكوني ماليه عينه، محتاجه ان الراجل في حياتك ده يكون انت كل حياته، ما يملش منك او يزهق. وعلى فكره لو هو برضو راجل طبيعي هيسعى ان انت ما تمليش منه، وهيسعى ان انت تحبيه والكلام ده كله. بما انه الكوميونتي بتاعنا هنا كوميونتي ناس طبيعيه وعاقله، فالفيديو ده ليكوا، ما تكبروش واسمعوا الفيديو للاخر. ازيكم؟ معاكم اليوتيوبر المفضله عندكم رونق. بحاول اوصل للسلام النفسي وبحاول اساعدكم انتوا كمان توصلوا للسلام النفسي عشان نقدر نتطور بدون ضغوط. فلو مهتمين ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، طبعا شير الفيديو لاي حد مهتم بالموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. الحقيقه ان انا معايا النهارده 9 نقط مهمه، بعض النقط شريره شويه وبعض النقط طيبه شويه، فلازم نسمعهم كلهم علشان نوصلهم ببعض، لان ما ينفعش نستخدم بعض الحاجات وحاجات لا، فالعلاقه يبقى فيها خلل او تصرفاتك يبقى فيها خلل قدام، وده احنا مش عايزينه خالص. اول حاجه بتخلي الست مش ممله وبتخلي الست ليها قيمه في نظر الراجل وطول الوقت هيبقى بيسعى انه يرضيها ووجودها مهم في حياته، ان هي تكون مثقفه وواعيه كفايه. ده ما يكونش فاضي، ده يكون مليان. ازاي بقى يكون مليان؟ في ستات بيبقى مثلا عندها فكره كده انه الراجل لازم يكون هو اللي عارف كل حاجه، لازم هي اللي تروح تساله في كل حاجه. عندك دلوقتي كنز اسمه اليوتيوب وجوجل، وحاولي تثقفي نفسك في كل حاجة انت عايزة تعرفيها. حاولي دايما تبقى دماغك صاحية وحاضرة، عارفة ايه الجديد اللي بيتقال والناس بتتكلم عن ايه، وعارفة المواضيع المهمة ايه وعارفة عنها ولو مقتطفات. ما ينفعش تبقي عايشة في عالم معزول عن الناس مش عارفة اي حاجة ولا عندك ثقافة في اي شيء نهائي. حاولي ان انت تنمي عقلك، اسمعي كتب. انا من اكتر الناس اللي بتسمع كتب، لان غالبا مش عندي وقت اقراها، وساعات لما بيبقى عندي وقت بصراحه ما بيكونش عندي الجلاده ان انا اقراها. ف ابتديت ادخل الكتب حياتي كورق يعني، وحاسه فعلا انه افيد بكتير من ان انا اسمعها. ولكن لولا الكتب اللي سمعتها، لولا الحاجات اللي طورت نفسي منها عن طريق اليوتيوب، حاجه تحت ايدك 24 ساعه. اسمعي ناس بيتكلموا عن علم النفس، اسمعي تتعاملي مع ناس ازاي، اسمعي تطوري من نفسك ازاي. هيبقى حلو قوي لو شريك حياتك او جوزك مثلا قاعد بيتكلم في موضوع لقيتي عارفه عنه، يا سلام، دي حاجه هتبقى جميله جدا. وعارفه تعرفي هو شايفك مثقفه واعي امتى؟ لما يجي يسالك في حاجه خاصه مثلا بشغله، حاجه خاصه بيه، يبتدي يفتح لك قلبه ويقول لك انا حصل معايا كذا وكذا وكذا، رايك ايه؟ في الحاله دي اعرفي انك رايك مهم بالنسبه له، واعرفي انه صعب ان انت هتكوني الست اللي يتمل منها، دايما هيلاقي مواضيع يفتحها معاكي. احنا لسه في النقطه الطيبه. وتاني نقطه هي ان انت تبقي واثقه في نفسك، ان انت تبقي باين عليكي الثقه بالنفس اللي بتدي الست نوع من القوه الحميده الجميله كده. الست الواثقه في نفسها بتبقى عندها نوع من الجاذبيه بغض النظر عن الشكل. الست الواثقه في نفسها لو شكلها عادي، لو مهتمه بنفسها وشكلها عادي خالص، بتدي نوع من الجاذبيه مفيش اي حاجه تانية في الدنيا بتدي النوع ده من، ولا شكل ولا ثقافه ولا. الثقه في النفس ليها نوع كده معين من الجاذبيه محدش يقدر يقاومه، وبالذات الطرف التاني او الراجل في العلاقه. انك تكوني واثقه في نفسك، واثقه في مشيتك، واثقه في شكلك، حتى لو انت عارفه ان شكلك مش كامل، حتى لو انت عارفه ان في بعض نقط الضعف فيكي انت متصالحه معاها لدرجه انك واثقه في نفسك بيها. ده هيوصل للطرف التاني في صورة جاذبية لا تقاوم. وفي فرق يا بنات ما بين الثقة بالنفس والتكبر. كتير بشوف بنات ماشيين في الشارع عارفين شكل المودلز في الصور اللي هي بتبقى عامله كده اللي هي شكله متكبر مش ظريف، يعني الشكل المتكبر ده اللي هو لا، بلاش من ده خالص. الثقه في النفس انك تكون عينيكي فيها ثقه، بتتكلمي باريحيه ولذيذه وكل حاجه. وبالعكس على فكره، كل ما كنتي لذيذه في الكلام اكتر كل ما كنتي جذابه اكتر، وبانت ثقتك في نفسك من جواكي مش بتصطنعيها. بصوا، هم اي نعم الرجاله ساعات بيضحك عليهم، لكن هم مش متخلفين عقليا. يعني الراجل عارف كويس قوي انت بتعملي ايه، عارف كويس او هيقرا. احنا بني ادمين،
فعلا احنا كبني ادمين عندنا من جوه كل واحد فينا كده شخص حكيم بيفهم اللي قدامه، بيتصرف على طبيعته ولا بيصطنع. فلو اصطنعتيها مرة 2 3 مش هتصطنعيها طول العمر، هتتقفشي، هيبقى شكلك مش ظريف. حاولي دايما تبني ثقتك في نفسك، ولو مش عارفة تبني ثقتك في نفسك ازاي، في بلاي ليست هنا اسمها الثقة بالنفس، انصحك بشدة تشوفيها. تالت نقطة تبان شريرة شوية، ولكن عايزة اقول لكم هي في شعرة ما بين الشر فيها والاتزان، وهي ان انت تبقي متطلبة. ايوه زي ما سمعتي، عارفة انك لو جيتي دورتي في اي مكان في السوشيال ميديا او على جوجل او ايا يكن وكتبتي الست المتطلبة، هتطلع الست الشريرة السخيفة اللي الراجل بيحبهاش وبيكرهها وبيحس ان هي بتضغط عليه نفسيا والكلام ده كله. ولكن في شعرة ما بين ان انت تبقي متطلبه بشكل سيء ومتطلبه بشكل متزن. المتطلبه بشكل سيء ان طول الوقت بتطلبي طول الوقت بتطلبي طول الوقت بتطلبي بشكل مبالغ فيه، لدرجه انه يحس ان هو مش فارق معاكي اهم حاجه الحاجات اللي بيجيبها لك، ان انت ست زنانه، ان انت طول الوقت عندك طلبات لدرجه يمل ان هو يقعد يتكلم معاكي، طول الوقت بتحسيه بتقصير وطول الوقت بتحسيه ان انت عايزه حاجات. ولكن المتطلبه اللي انا اقصدها هي متطلبه تانية خالص، المتطلبه اللي هي طول الوقت بتطلب من جوزها بس حاجات هي محتاجاها. هو عارف ان هي خايفه على فلوسه، وعارف ان هي عارفه ظروفه الماديه، وبتطلب في حدود امكانياته الماديه وممكن اكتر شويه، ممكن يتعب عشانك ويعمل حاجه زياده شويه صغيرين. بتطلبي عشان انت عايزه حاجات، انت مش طول الوقت بتطلبي وخلاص، مش بتطلبي عماله على البطال، انت عارفه كويس قوي انت عايزه ايه، مش مسرفه مش مبذره، عارفه انه طلباتك اللي انت بتطلبيها ليها اهميه، ولكن ما ينفعش ما تطلبيهاش. ليه يا بنات؟ لان في ستات بتتكسف تطلب من جوازها فلوس، وما اعتقدش ان انت هتبقي متطلبه الا في حاله كنتي زوجه لزوج. يعني في الوقت ده انا فعلا بقول لك اطلبي اللي نفسك فيه، ما ينفعش تقولي بتكسف. يعني ايه بتكسف؟ لو بتكسفي تطلبي من جوزك يعني مش عايزه اقول لك في واحده تانية تيجي تطلب منه، مش شرط، اكيد مش شرط، ولكن الراجل بيحب يحس ان الست اللي معاه محتاجاه، وخصوصا ماديا. انت مش محتاجاه بشكل سخيف، انت مش من غيره ولا حاجه، لا، بس انت محتاجه فلوسه. حلو يحس ان انت محتاجاه. الراجل اللي بيحس ان الست محتاجاه بيحس انه مهم بالنسبه لها بشكل ما. انت خايفه عليه، انت مراعيه ظروفه الماديه وكل حاجه، ولكن ليكي طلبات، ليكي طلبات ومن حقك انه يجيبها لك. اوعوا تتكسفوا تكونوا متطلبات الى حد ما، الى بالدرجه الصحيه، لكن اوعي ابدا تسمعي نصيحه ان الراجل ما بيحبش الست المطالبه فتطلبيش حاجه خالص، او تتكسفي تطلبي حاجه خالص، او تخافي مثلا يقول ان انت بتضايقيه او بتضغطي عليه ماديا. لو مش هيجيب لك انت هيجيب لي مين؟ لو في باله معظم الوقت، مش هقولك طول الوقت، انت عايزاها وهو بيسعى انه يجيبها لك، انت طول الوقت شاغله باله بشكل غير مباشر من غير ما تضغطي عليه، يعني من غير ما الموضوع يكون في ضغط، ولكن هو عارف ان مراته نفسها في الحاجه الفلانيه اللي هو يا ريت في اسرع وقت اجيبها لها. شيء صحي جدا. رابع نقطه مش هقول لكم عنوانها دلوقتي، ولكن بصوا انتوا لو جيتوا تدوروا مثلا وتشوفوا الراجل بيحب ايه، هتلاقوا الرجل يميل الى البشره البيضاء، الرجل يميل الى الشفايف الممتلئه، الرجل يميل الى الشعر اللي مش عارفه عامل ازاي، الرجل يميل الى الشعر الطويل، الرجل يميل الى الشعر. سيبوكم من كل الكلام ده خالص. اجوازكم او الرجاله اللي انتوا مرتبطين بيها دلوقتي في حياتكم هو عارف وشك وحافظه صم. حلو ان انت تضيفي حاجه جديده، حلو ان انت مره تغيري الميك اب بتاعك، حلو ان انت تهتمي بوشك وبنضارتك وبشعرك وكل الكلام الظريف ده، ولكن وشك هو حافظه صم. ومن اكتر الحاجات اللي بتجذب الراجل للست مش وشها، لان هو وشك عارفه وحافظه وحبك بيه خلاص. الجسم، لازم تمتلكي جسم رائع، جسم انت مهتمه بيه وبتفاصيله وبشكله، لازم يكون جسمك شكله رياضي. بصوا دي حاجة أنا أجزم لكم إن مفيش راجل يقدر يقاومها، الجسم الجميل. مش جسم بس، بصوا احنا بنتكلم في نقط كتير قوي، دي حاجة من ضمن الحاجات بس لا يستهان بيها. مش شرط برضو تفاصيل معينه في الجسم، يعني مش شرط تكون الجسم الابل شيب او البير شيب او جسم الساعه الرمليه او وات ايفر جسمك شكله عامل ازاي، اهم حاجه انه يكون شكله حلو. اهتمي برياضتك، اهتمي انك تاكلي معظم الوقت اكل صحي،
اهتمي انك تعملي تمرينات من البيت. على فكره الموضوع مش محتاج لا جيم ولا غيره، ناس كتير قوي وصلت لنتائج رائعه من البيت. انا وصلت لاحسن نتائج في الرياضه من البيت، احسن نتائج في جسمي من البيت. اهتمي بجسمك وحطي في بالك دايما انه بصوا انا عارفه الناس كتير قوي بتقول ان تصالحي مع نفسك، اهم حاجه ثقتك في نفسك، جسمك مش عارفه ايه، بس برضو ما نقدرش ننكر انه الجسم مهم للراجل وللست. على فكره الجسم كده بيدي انطباع ان الشخص ده اكسبنسيف، غالي، عارفين كده، هاي كواليتي. فاهمني؟ الشخص المهتم بجسمه ده اصلا بيدينا انطباع انه شخص بيحب نفسه قوي، شخص مهتم بنفسه قوي، جسمه شكله حلو قوي، فطبيعي مش هيعاملك معامله حد مش مهتم بنفسه. اظن انتوا فاهميني الموضوع، بره المثاليه وبره الكلام المثالي وبره الكلام اللي ملوش لازمه. الجسم مهم، حاولي تهتمي بجسمك على قد ما تقدري، والشيب بتاعك دايما يكون حلو. خامس حاجة أو خامس نقطة، تبان شريرة شوية ولكن هي صدقيني مش شريرة، انتي ست مش مضمونة. كتير ستات لما بتتجوز بتبقى مكلبشة في جوزها بشكل يخنق، وبتحسسه بالتبعية انها ست مضمونة، بتسامحه على اي حاجة واي خطوط حمراء بيعديها معاها، فده بيحسس الراجل ان انتي مضمونة، والراجل ما بيحبش يحس الاحساس ده، حتى الاحساس ده يريحه بس قلبه ديب انسايد مش بيحب يحس الاحساس ده، بيحس انه خلاص الحاجه اللي معاه ملهاش معنى. ليه؟ جوزك كان ملهوف عليكي جدا قبل ما يخطبك ويتجوزك، ليه دلوقتي ممكن يبقى فيه فتور شويه؟ كان ملهوف عليكي قبل ما يتجوزك وقبل ما يخطبك لانه لسه ما حصلش عليكي. فانت حتى وانت قاعده في بيته ما تحسسيهوش ان هو خلاص امتلكك، لا، كل ست فينا عندها خطوط حمراء بتحس انه لما بيعملها او لما بيعديها الموضوع بيضايقها جدا جدا جدا. اوعي تعديها عشان خاطر بتحبيه، لازم تكوني حازمه، لازم تكوني صارمه في بعض المواقف، لازم ما يحسش انك مضمونه. ممكن اسيبك في اي لحظه، حتى لو هتطلقي، حتى لو هتطلق. طبعا ربنا يبعد عننا الشر ويبعد عننا الطلاق ويبعد عننا الحاجات الوحشه دي كلها، واحنا مش هنبقى قاعدين على الواحده يلا نطلق دلوقتي خالص، ولكن انت بتكوني عامله لنفسك حدود هو بيحترمها. اوكي، مش بيحترمها لازم تفهميه ان ده ممكن يبعد بينكم في يوم من الايام، ولازم تعرفين ان الموضوع جد. في ستات بقى انا عارفه انه يا حرام بتفرض عليها الظروف ان هي مثلا ايه، وحيده ملهاش حد، عندها مشاكل مثلا مع اهلها، فجوزها عارف مثلا محسسها ان هي مضمونه بسبب كده، وان هي ما تقدرش تبعد عنه عشان ممكن ده يحطها في مشاكل وقعدتها مع ارحم والكلام ده كله. لازم تبقي مفهماه ان كرامتك عندك فوق كل شيء، حتى لو هتتمرمطي، حتى لو هتمرمطي نفسك، حتى لو هتعملي اي حاجه بس هتحافظي بيها على كرامتك، هتحافظي بيها على كرامتك. لازم يبقى فاهم ان كرامتك عندك فوق كل شيء، فوقه هو شخصيا. لازم يكون حاسس ان انت مش مضمونه طول الوقت، لو حس انك مضمونه انت مع الوقت هتبقي ولا حاجه، صدقيني واسمعي كلامي. سادس حاجه، انتي بتلبسي وبتدلعي طول الوقت ولكن مش عشانه، عشانك. حتى لو كنتوا متجوزين، حتى لو كنتوا متجوزين، حتى لو مبقاش في بينكم الكلام ده، لا هيفضل طول عمره في بينكم الكلام ده. انتي مش بتلبسي وتدلعي علشانه بس، لو الراجل حس ان انتي بتلبسي وبتاخدي بالك من نفسك عشانه، غالبا الموضوع مش هيجيب نتيجه خالص. الست الانيقه اللي واخده بالها من نفسها جوه البيت وبره البيت ست جميله جدا وست ملفته جدا لاي راجل، والراجل اللي معاكي هيبقى منبهر بيكي جدا، بس لو حس ان انتي بتعملي ده عشانه، شويه شويه هتبقي كانك ما بتعمليش حاجه. لكن انتي بتعملي ده علشان نفسك، انتي بتعملي ده عشان انتي عايزه تبقي حلوه في عين نفسك وعين جوزك برضو، ولكن انتي غرضك الاساسي انك تبقي كويسه واموره وحلوه وشيك طول الوقت في عين نفسك اولا. ممكن ناس تفهم انه كده هيحس ان انا مش مهتمه بيه وكل الكلام ده، لا، اسمعي النقطه للاخر وانتي هتعرفي ان انتي مهتمه بيه، مش مهتمه بيه ولا حاجه، ولكن انتي اهتمامك مش مبالغ بيه. يعني الاهتمام الزياده عن اللازم بيجيب نتيجه عكسيه زي عدم الاهتمام. الشيء لو اتقلب عن حده بيقلب، الشيء لو زاد عن حده بيقلب لضده، فاحنا مش عايزين الموضوع يقلب لضده. انت دايما انيقه وشيك عشان نفسك وطبعا عشان جوزك، بس نفسك في المقام الاول، ده بيفرق كتير قوي في رد الفعل منه. رقم 7،
ان انت تفضلي حبيبته طول الوقت مش مراته. تفرق طبعا الحياه الزوجيه بيبقى فيها حاجات صعبه، وطبعا الحياه الزوجيه عمرها ما بتبقى زي الحاجات الطياري، ولا عمرها بتبقى زي العلاقات التكاوي، ولا حتى عمرها بتبقى زي العلاقات اللي من غير جواز مثلا اللي بنسمع عنها الاجانب بيعملوها. الجواز مختلف، والجواز بيبقى فيه مسؤوليه، والجواز بيبقى فيه ايام صعبه وايام سهله، ولكن السمة العامة لعلاقتكم، اقصد ان السمة العامة يعني معظم الوقت انت حبيبته اكتر ما تكوني مراته، انت الشخص اللذيذ اللي بيضحك وبيهزر معظم الوقت وانتوا قاعدين مع بعض، انت الشخص اللي ما عندوش مانع انه يجري وينطلق، انت الشخص مثلا اللي ممكن تروحي حتى لو خلفتي فيه. الستات لما بتخلف بتوصل لمرحلة ان هي، يا جماعة في ناس كتير قوي معدية دلوقتي، حاجة جميلة يعني. في ستات مجرد ما بتخلف وبتبقى ماما، بتبقى ماما طول الوقت، مهتمه بس بالاكل والشرب واللبس والنظافه، مش مهتمه بالكواليتي تايم مع جوزها او مع شريك حياتها ده. وبتبقى ام هو شخصيا، يعني عارفين، هي عارفه شراباته فين، وعارفه فلناته فين، وعارفه مش عارفه اللي ضايع فين، لكن في حاجات تانية اهم بالنسبه للراجل هي ما بتبقاش عارفاها خالص ولا واخده بالها منها، زي ان هي تقعد معاه وقت كده هاي كواليتي، ان هي تقعد معاه ويتكلموا مع بعض، يهزروا مع بعض، زي ما قلت كده ممكن مثلا تروح هي واولادها يتمرجحوا مع بعض في مكان، خليكي كده فرفوشه نعنوشه. ده يبقى حلو ليكي انت قبل ليه، ده يبقى حلو لصحتك النفسيه انت قبل ما يكون حلو لجوزك. ازاي هو شايفك، او شريك حياتك ازاي هو شايفك. انا ليه مخصصه بالذكر شويه الجواز؟ لان انا عارفه ان الجواز هو الوقت اللي بتبتدي تموت فيه كل حاجه مع المسؤوليه. كلنا في الجواز بنمر بمسؤوليات كبيره جدا، لكن مين بقى الشاطره اللي هتحافظ على نفسها وعلى روحها حلوه وفرفوشه زي ما هي، ومش هتخلي الجواز يطفيها؟ وعشان كده مهم جدا ان انت تكوني واخده شريك حياتك من الاول وانت عارفه ان هو انسان سوي، انسان هيساعدك تعملي ده بعد كده، لان في رجاله فعلا ما تساعدش يحصل ده، وهنتكلم عن الموضوع ده كمان شويه. رقم 8، بتظهري الجانب الأنثوي اللي فيكي من غير كسوف أو خجل. في ستات بتبقى متخيلة ان هي لما تريح برضو جوزها قوي انه ده هيريحها، تغير هي الأنبوبة، مثلا تشيل حاجة تقيلة حتى لو انتي بتشيليها وهو مش موجود. كست لو طاقتك الأنثوية كده عالية، ممكن جدا ان انت تبقي قادره تعملي حاجه وهو مش موجود، بس مجرد ما بنلاقي كده جوازنا في البيت بنحس عندنا احساس بالاعتماديه عليهم في الحاجات دي شويه. دي حاجه حميده، دي حاجه كويسه قوي، حتى لو قام هو متكره انه يعمل الحاجه دي، ولكن جواه جدا هيحس ان انت محتاجه له حتى في ابسط الامور. يا جماعه كلنا بني ادمين، كلنا عندنا طفل داخلي، الراجل عنده كمان طفل داخلي. الحاجات الصغيره دي هتخليه يحس يعني برجولته، وتخليه يحس يعني ان انا بحبه وان انا معتمده عليه. الحاجات الصغيره دي هتخليه يحس بكده. كلنا زي ما قلت لكم جوانا اطفال، حاولوا ان انتوا تشبعوا الطفل اللي جواه ده، زي ما هو برضو اكيد لو انسان سوي هيحاول يعمل كده معاكي بطريقته هو كراجل مع ست، مش كست مع راجل. انت بقى كست مع راجل، حلو ان انت تحسسيه بالحاجات دي، حلو ان انت ما تتكسفيش تعيطي او تستكبري تعيطي قدامه. مش حاجه حلوه على فكره ان انت تبقي طول الوقت كده جامده وناشفه. احنا قلنا الست القويه ست جذابه، الست اللي عندها حدود وعندها، بس ده ما يمنعش انك ست. هي الست كده فيها ميكس لذيذ على فكره. الست القويه مش معنى ان هي قويه انها ما بتعيطش، انت ست قويه بس ممكن تعيطي، ممكن تضعفي كست وبعد كده ترجعي تقوي تاني، بس انت في الاول وفي الاخر ست. حاولي تظهري الجانب ده فيكي من غير ما تبقي مكسوفه وتحسي بالضعف او بالاهانه ان انت مثلا عيطتي قدامه، او قلتي مثلا يعمل لك حاجه في البيت، طب مع ان انت تقدري تعمليها خليه هو اللي يعملها. انا عايزه اقول لك انه اوقات كتير مثلا كنت ببقى شايله حديد وبتاع في التمرين، وعايزه مثلا انقلهم ان انا بتمرن في البيت، انقلهم من مكان لمكان، لما بلاقي جوزي في البيت بخليه هو اللي ينقلهولي، مع ان انا كنت بشيله من شويه، بس هو خلاص هو اللي يشيله، انا خلاص مش قادره. على فكره ده طبيعي جدا، ولقيت ناس كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده. فما تكسريش انتي او ما تبوظيش انتي الطبيعه الحلوه اللي ربنا خلقنا عليها. ما فيهاش حاجه خالص لما تكوني اعتماديه عليه في بعض الامور البسيطه دي اللي هتحسسه برجولته.
رقم 9 بقى، كل اللي احنا بنعمله ده ممكن يبقى نتيجته كويسة، بس من غير كده اكيد لا، والراجل يحس انه مستغل او يحس انه هو مش متقدر في العلاقة دي. وهو الشيء الطبيعي لما تتجوزي واحد بتحبيه او مثلا انت مخطوبة لشخص بتحبيه. وعلى فكرة انا لا اؤمن بالعلاقات الخارج الجواز الا اذا كانت فترة صغيرة بندرس فيها نفسنا وبندرس فيها الشخص التاني مثلا ونعرف اهلنا والحاجات اللي بتبقى قبل الخطوبة والجواز الرسمي ده. ولكن انا لا اؤمن بالعلاقات اللي بتقعد سنين من غير ما حد يكون عارف عنها حاجه. دي اهانه للبنت اكتر من اي حاجه تانية. فعشان كده تلاقوني بتكلم عن العلاقات الرسمي، الخطوبه والجواز. اوكي، الست لازم تكون محبه، لازم تكون سكن، لازم تكون كده مصدر دفء لجوزها، لازم تكون مخلصة ليه بكل مشاعرها، لازم يحس كل ده منك، لازم يحس انك بتدعميه، لازم يحس ان مشاعره مهمة بالنسبة لك. يعني لما يجي يشتكي لك من حاجة تكوني مهتمة، لما لو حسيتي انه متضايق تقفي جنبه تطبطبي عليه، يحس بحنيتك وبحبك، علشان لما تيجي تعملي كل ده يكون ليكي مكانة في قلبه اصلا. من ابسط الاشياء لاكبر الاشياء زي ما قلت لك، لو هو زعلان او لو هو مكتئب او لو هو متضايق ليكي واقفه جنبه بتأزريه. في القرارات المهمه في حياته، في لحظات الضعف يلاقيكي وراه. لاصغر الاشياء او الاشياا الماديه، مش هنقول اصغر الاشياء، انه يدخل يلاقي بيته نظيف معظم الوقت، مش كل الوقت، احنا مش روبوتس. يدخل يلاقي مثلا الاكل اللي انت عاملاه له بايدك برضو معظم الوقت مش كل الوقت. تطلبي من جوزك اوقات كتير المساعده، تطلبي من جوزك المساعده في البيت، تطلبي من جوزك المساعده مثلا في الاكل لو بيعرف يعني. ولكن اغلب الوقت دي مهمتك انت. لازم يحس ان في ست في حياته، مش راجل زيه يعني. مش معنى ان الست قويه والست اندبندنت والكلام ده، اصلا ما فيش حد اندبندنت يعني، ما ينفعش. ولكن الست قويه وكل الكلام ده مش معنى كده ان انت ما تعمليش الحاجات اللي المفروض الست تعملها في البيت. الراجل مازال ليه وظيفه وممكن يعمل حاجات تانية كنوع من انواع المساعده، والست ليها وظيفه وممكن تعمل حاجات تانية كنوع من انواع المساعده. يعني الراجل وظيفته الاساسيه ان هو يشتغل بره البيت والكلام ده كله، ولكن ده ما يمنعش ممكن يساعد الست جوه البيت. والعكس، الست وظيفتها الاساسيه جوه البيت، ولكن ده ما يمنعش انها ما تقدرش تشتغل وتساعد وكل الكلام ده كله. بصوا، دول 9 حاجات غالبا كده ما اعتقدش ان في راجل ممكن يقاومهم، حتى لو انت كنتي متجوزاه بقالك سنين طويله، ما اعتقدش ان هو ممكن يزهق منك. وعايزه اقول لك على حاجه، انه مهما كنا كويسين مع بعض بنحتاج اوقات كده ننفصل فيها عن بعض. حلو ان انت تسيبي له مساحته، وحلو ان يسيب لك مساحتك. انت مش طول الوقت قاعده في البيت، طول الوقت قاعده في البيت، طول الوقت مستنياه يجي. انت ليكي حياتك، وهو كمان حلو انه يخرج مع اصحابه مره، حلو انه يبقى ليكوا حياه منفصله عن بعض. من اكتر الحاجات اللي بتنجح الجواز، وان انتوا اصلا تكونوا بتحبوا بعض، ان انتوا اصلا تكونوا مختارين الشخص ده بحكمه، شخص سوي، شخص تقدري تعملي معاه كل ده. لان في فعلا رجاله ما بتساعدش الستات نهائي ان هي تعمل كل الحاجات دي. في رجاله تقفل زي ما في ستات تقفل. فحاولي ان انت تختاري صح من الاول. حاولي ان انت وانت بتختاري شريك حياتك تبقي حكيمه، ما تبقيش بس بتنقضي ورا مشاعرك اللي ممكن توديك في حته مش حلوه. جايز كنا المفروض نضيف دي نقطه مثلا 10 او حاجه، ولكن كفيت ووفيت. صعب جدا يقاومك لو فيكي كل الصفات دي، وحتى لو في صفات هو ممكن يكون مش بيحبها لكن بينجذب ليها، لكن بتخليكي غالية عنده. فبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون فاتكم. ما تنسوش لو ما عملتوش لايك وسبسكرايب تعملوهم، عشان ده بيفرق جدا معايا. تعليقاتكم الجميله بتفرحني دايما. ما تنسوش تسيبوا لي تعليق حلو زيكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.